فيلمنا النهارده بيبدأ في وسط المحيط، وبنشوف سفينة شحن ضخمة بتتعرض لهجوم من مجموعة قراصنة ومرتزقة اللي سيطروا على طاقم السفينة واحتجزوهم كرهاين، وكانوا ناويين يسرقوا الحمولة، وده من غير ما يعرفوا ان في كائن بقوة خارقة بيقرب منهم. وفي اللحظة دي آرثر كوري ملك أتلانتس المعروف بأكوامان بيظهر وهو راكب حصانه البحري وبينط على السفينة، وواحد ورا التاني بيخلص على المجرمين وبينقذ الطاقم بالكامل. والقصة دي كانت مغامرة جديدة بيحكيها أكوامان بنفسه لابنه الصغير آرثر جونيور، وده بعد ما اكتشف آرثر أصوله ووقف أخوه أورم من مهاجمة عالم السطح اللي هي الأرض، وبقى عايش حياته ما بين إنه أب وزوج وبطل وملك في نفس الوقت. وفي يوم من الأيام آرثر كان قاعد في الجراج مع أبوه توماس اللي اقترح عليه إنه يفكر يجيب أخ الجونيور، ولكن آرثر ما كانش متأكد إذا كان القرار ده سليم ولا لأ، خصوصا بعد التجربة اللي مر بيها مع أورم. والكلام ده استمر لحد ما لاحظوا إن جونيور بيلعب مع السمك في الأكواريوم وكأنه بيتواصل معاهم، وده خلى أبوه يحس بالفخر الكبير. وبنشوف حياة آرثر كانت ماشية بشكل كويس، ولكن في اللحظة دي بيبدأ العدو القديم ديفيد كين المعروف بالمانتا السوداء يظهر من تاني علشان ينتقم، خصوصا إنه عايز ينتقم من آخر مواجهة ليه مع آرثر، وبيكون درع ديفيد اتدمر، وده بس زود رغبته في إنه يخلص على أكوامان اللي بيشوفه السبب في موت أبوه. وبنعرف إن ديفيد مول بعثة لأنتاركتيكا علشان يدوروا على أدلة عن مملكة أتلانتس، واللي كان بيقود البعثة هو الدكتور شين اللي أخيرا وصل لمكان في منطقة متجمدة بالكامل. وفجأة الدكتور شين ومساعده حسوا بطاقة زلزالية قوية جدا جاية من تحت الأرض، والمكان كله بدأ يتشقق وينهار تحت رجليهم. ولحسن الحظ الدكتور شين نجا، ولكن مساعده رجله اتعورت من قوة السقوط. ووقتها شين ولع شعلة علشان يشوف الطريق، ولكن مع حركة المركبة التلجية بتاعته الأرض بدأت تتشقق أكتر لحد ما وصل الشق للجدار. وورا الجدار ده كان فيه وحش ضخم جدا بدأ يطلع بمخالبه الكبيرة ويمسك مساعد الدكتور شين ويخطفه جوه الكهف. وبعد ساعات ديفيد وصل هو وفريقه ولقوا الدكتور شين منهار بسبب اللي حصل لزميله، ولكن ديفيد كان مركز على حاجة واحدة بس اللي هو يدخل الكهف. وأثناء ما كانوا بيفتشوا المكان لقوا بحيرة عميقة، فنزل ديفيد وفريقه جواها ولقوا هياكل ضخمة جدا شكلها كده من حضارة قديمة. ولكن فجأة الوحش العملاق اللي هو كراكن طلع عليهم وبدأ يهاجم الغواصين لحد ما ديفيد اتحدف لأعمق مكان في البحيرة. وهناك ديفيد سمع صوت غامض جاي من رمح مكسور لنصين، ومن غير تردد جمع النصين مع بعض واستدعى كيان غريب بقوة كبيرة جدا تساعده يتخلص من أكوامان وأتلانتس للأبد. وديفيد بالفعل وافق على العرض، وبعد ما فاق هو وفريقه رفع الرمح وبقى حامل قوته الجديدة. وبعد 5 شهور من الحادثة دي آرثر اتطلب لحضور اجتماع طارئ من مجلس أتلانتس اللي كانوا شايفين ان التغييرات المناخية اللي سببها تلوث البشر على السطح أثرت على كل ممالك البحر، وعلشان كده لازم يتصرفوا بسرعة. فآرثر اقترح ان أتلانتس يظهروا للعالم ويشاركوا التكنولوجيا بتاعتهم علشان يصلحوا البيئة، ولكن المجلس كان لسه متمسك بالتقاليد القديمة وكانوا مفضلين انهم يبقوا في السر ويهاجموا عالم السطح بشكل مفاجئ. ووقتها آرثر بقى محاصر ومش لاقي اي حل للأزمة، وفي نفس الوقت ديفيد كان بيقرب من هدفه خطوة بخطوة. وبنروح لديفيد اللي بقى عنده درع المانتا السوداء الجديد، واللي اكتشف من سحر الرمح ان في آلات قديمة اسمها الاوكتوباتس وشكلها كده زي الاخطبوط وعندها قوة كبيرة وكمان بتقدر تستكشف اعماق البحر، ولكن علشان تشغلها كانوا محتاجين وقود نادر وخطير اسمه اوركالكوم اللي بيصدر غازات بتسبب ارتفاع حرارة الارض. وفضل الوقود ده سر عند شعب اتلانتا ومخبيينه في مستودعات سرية. وفي وسط المحيط المانتا السوداء كان مكمل في خطته ورايح على اكبر مخزن للوقود النادر اوركالكوم في اتلانتس، واتجه ناحية المملكة البحرية بغواصته الخاصة، وكان معاه آلة ضخمة اسمها اوكتوبوت اللي ساعدته هو واللي معاه يدخلوا المخزن ويجمعوا كميات كبيرة من الوقود. وأول ما كانوا خلاص على وشك إنهم يهربوا صوت الإنذار العالي اتفعل، ومحاربي أتلانتس بدأوا يضربوا عليهم بمدافع الليزر، ولكن للأسف الدروع اللي على الغواصة ما خلتش الضربات تأثر فيها. وبسبب الموقف ده الدكتور شين اللي كان مجبر يساعدهم استخدم سلاح جديد اسمه الشعاع الصوتي اللي قدر يدمر المدافع ويوقف دفاعات أتلانتس، وده اللي سهل عليهم الدخول للمدينة. وما عداش وقت كبير وظهرت
مجموعة محاربين من أتلانتس بقيادة ميرا وأتلانا أم آرثر. وأتلانا كانت سريعة جدا وقدرت توصل لكام خزان من الوقود وبدأت تدمر الأكتوبوتات، ولكن فجأة ضربة من الشعاع الصوتي خلتها تقع وتفقد الوعي. وفي الوقت ده ميرا استلمت القيادة وبدأت تطارد الأكتوبوت اللي المانتا السوداء كان بيقوده في وسط المدينة. والمانتا السوداء حاول يهرب منها ودمر سفينة ضخمة علشان يأخرها، ولكنها قدرت تتفادى الضربة وبدأت تستخدم سحرها وتعمل دوامة قوية جدا حوالين الأكتوبوت. والهجوم الغير متوقع ده خلى الأكتوبوت يلف ويخبط في الحيطة، وميرا وصلت له بعدها مباشرة وحاولت تهجم على المانتا السوداء، ولكنه رد عليها بضربة قوية من القناع بتاعه، وده اللي خلاها تتعور جامد. وأول ما كان هيمسك الرمح علشان يخلص عليها أكوا مان ظهر فجأة وضربه بكل قوته، ولكن المانتا السوداء استجمع قوته بسرعة وكان مستعد يواجه أكوا مان لحد ما شين حذروا إن جيش أتلانتس قرب خالص. ووقتها بقى المانتا السوداء قرر ينسحب، ولكن قبل ما يمشي استخدم قوة الرمح ووقع سفينة كبيرة كان فيها مجموعة من الأطلنطيين. وعلشان يمنع الكارثة أكوامان قرر يسيب عدوه وراح للسفينة ونجح إنه يخليها تنزل على الأرض بأمان. وبعدها حاول يلحق المانتا، ولكن غواصة المانتا ضربته بالشعاع الصوتي وخلته يفقد الوعي هو كمان. ولما فاق أكوامان لقى أتلانتس متدمرة بسبب هجوم المانتا السوداء، وكمان اتسرق منها مخزون كبير جدا من الوقود. وبعد الفشل ده المجلس بتاع أتلانتس بدأوا يفكروا يشيلوه من منصبه، ولكن آرثر كان قلقان أكتر على ميرا اللي كانت بتتعالج في المستشفى، وراح لأمه وجده الملك نيروس علشان يفكروا مع بعض في حل يوقفوا بيه ديفيد. وكان لازم يتحركوا بسرعة لأن كل مرة المانتا السوداء بيستخدم الوقود ده البيئة بتتأثر من الغازات اللي بيطلعها. وغير كده آرثر شاف بنفسه قوة المانتا السوداء الجديدة وكان خايف جدا لما يعرفش يوقفه لوحده. وقدام الوضع ده قرر يلجأ لحل صعب ويطلب مساعدة أخوه أورم، ولكن أورم كان محبوس في مملكة الصيادين، وعلشان يتجنب أي مشاكل مع المجلس آرثر كان لازم يحرره في السر. فجد نيروس قرر يساعده واداله بدلة خاصة بتخليه يختفي، وكمان أتلانتا بعتت له أخطبوط اسمه توبو علشان يساعده في المهمة، وده لأن جسمه مرن وعنده قدرة إنه يتخفى بسهولة. ولما كل حاجة كانت جاهزة آرثر وتوبو راحوا لسجن الصيادين ولقوا أورم في حالة صعبة جدا، وده طبعا بسبب تعذيب الحراس ليه. ووقتها توبو قدر يدخل الأنفاق وفتح الباب، وده سمح لأكوامان إنه يدخل السجن من غير ما حد يشوفه. وبعد ما خلص على الحراس وصل لأورم اللي كان تعبان جدا بسبب نقص المية، ورغم إن كان في مشاكل بينهم ولكن أورم وافق إنه يساعده. ولما خرجوا من السجن مع بعض شافوا الحراس راكبين كائنات ضخمة شبه الحشرات، فبسرعة اتصرفوا مع الحراس وركبوا الكائنات دي اللي رغم إنها كانت عنيفة في الأول ولكنها استجابت ليهم بعد ما سيطروا عليها. وركبوا الكائنات العملاقة وأمروا الوحوش إنها تتجه للمكان اللي حصلت فيه الكارثة. وفي لحظات الوحوش بدأت تتسلق الجدران وتكسر السقف بسنانها، وأخيرا قدروا يهربوا من مملكة الصيادين ووصلوا لصحراء كبيرة وشافوا البحر، وكان لازم يوصلوا للمية بسرعة علشان أورم يستعيد قوته ويقدروا يكملوا في طريقهم. وفي الوقت ده ظهر حراس تانيين مع كائناتهم، وواحد منهم قدر يمسك أكوامان، ولكن أكوامان استخدم قدرة التخفي بتاعته علشان يواجههم بسهولة. وأورم اللي كان خسر الكائن بتاعه اضطر يمشي على رجليه ناحية البحر، وكان ضعيف جدا وبيجر نفسه على الرمل، والحراس كانوا مستعدين يخلصوا عليه. ولكن أول ما وصل للموج قدر يستعيد قوته بفضل المية، وأول حارس حاول يهجم عليه أورم مسك حربته وخلص على باقي المجموعة بكل سهولة. وبعد ما تخلصوا من المشكلة دي آرثر وأورم ومعهم توبو رجعوا للبحر، وبدأ آرثر يحكي لأورم عن الأزمة اللي بتهدد أتلانتس. وأورم اللي كان استرجع قوته بالكامل قرر ياخد آرثر العاصمة تحت المية اللي معروف إنها مكان بيعيش فيه قراصنة ومرتزقة من أعماق البحار، واللي بيحكمها كائن معروف بملك السمك. وأول ما وصلوا دخلوا على
على الملك، وأورم حاول يقنعه يقول مكان ديفيد كين، ولكن ملك السمك رفض الاتفاق ده. فآرثر قرر انه ياخد المعلومات بطريقة تانية وهجم على رجال الملك اللي ما كانوش قد قوته ابدا، وفي النهاية مسك قناع اكسجين وركبه لملك السمك وبدأ يقلل كمية المية في القناع لحد ما الملك خاف واعترف بمكان ديفيد كين اللي كان موجود على جزيرة فيها بركان معروف باسم فم الشيطان. وبعد ما عرفوا المعلومات دي آرثر وأورم اتحركوا على الجزيرة، وأول ما وصلوا لاحظوا إن في حاجة غريبة في المكان، والأشجار والحيوانات كانت أكبر وأعنف من المعتاد. وأورم افتكر إن ده بسبب انبعاثات الأوركالكوم، وفعلا لقوا قدامهم حشرات ضخمة جدا بتاكل اللحم، ولما شافوا عددها الكبير قرروا يهربوا من الغابة لحد ما وصلوا لمنحدر ضخم. ووقتها آرثر اقترح إنهم ينطوا في المية، ولكن أورم شاف تمثال لملك من ملوك أتلانتس مكتوب عليه الملك الحقيقي يبني الجسور. فأورم قرر ياخد الكلام بمعناه الحرفي وراح ناحية التمثال واستخدم قوته وحاول يهده. وفي الأول الفكرة كانت باينة إنها مش هتنفع، ولكن التمثال وقع وكون جسر الناحية تانية من الجزيرة، وفعلا عدوا الجسر بسرعة وهم بيهربوا من الحشرات. وقرب البركان كان في قاعدة ديفيد السرية اللي حولها لمكان بيستخرج فيه الأوركالكوم. وفي الوقت ده شين راح يقابل ديفيد علشان يديله آخر التحديثات عن الوقود، ولكنه ما لقاهوش في الأوضة. ولما شاف الرمح بدون ما يفكر جمع نصين الرمح مع بعض وبدأ يشوف لمحة عن الكيان الشرير اللي بيتحكم في ديفيد. وفجأة ديفيد ظهر وهدده إنه هيخلص عليه بالسيف، وحاول شين يقنعه إن الرمح هو اللي بيتحكم فيه، ولكن ديفيد قال له إنه هيكمل في استخدام قوته لحد ما يدمر أكوامان ومملكته. ومع حلول الليل آرثر وأورم كملوا في البحث عن قاعدة ديفيد لحد ما لقوا واحد من الحراس في الغابة، بس قدروا يتخلصوا منه بكل سهولة. وبعد ما تتبعوا آثاره وصلوا للقاعدة السرية ودخلوا لأوضة التحكم، وهناك اكتشفوا إن فرن الأوركالكوم بيطلع غازات خطيرة عن طريق البركان. وأورم كان خايف إن ده هيؤدي لتدمير بيئة الأرض بالكامل، وبدأ يفكر في طريقة يوقف بيها العملية دي. وفجأة شين ظهر قدامهم ومعاه سلاح، ولكن بدل ما يهجم عليهم وعدهم إنه هيساعدهم إنهم يوقفوا خطة رئيسه. وبدأ يحذر آرثر إن ديفيد وقع تحت سيطرة روح شريرة موجودة جوه الرمح اللي معاه. وقبل ما يكمل كلامه باب أوضة التحكم اتفجر وخلى آرثر وأورم يترموا من الشباك، ولكن الحمد لله يعني ما حصل لهمش حاجة، بس لقوا نفسهم محاصرين بمرتزقة المعنى السوداء. وساعتها أورم استخدم مهاراته في القتال وقدر ياخد مسدس ليزر من واحد فيهم، ولكن بسرعة لقى نفسه في مرمى نيران واحدة من المرتزقة اللي كانت طايرة وبتستخدم محرك نفاس. ولما آرثر شاف إن أخوه في خطر مسك خطاف حديدي كبير ورماه على المرتزقة، فطارت وخبطت في الحيطة وانفجرت هي والمحرك. ورغم الانتصار ده أورم بقى مستهدف من أكتوبوت ضخم اللي ما كانش بيتأثر بالرصاص، والآلة الضخمة دي بدأت تستخدم مخالبها الحديدية علشان تضرب أورم وتهجم عليه. ولكن مرة تانية آرثر أنقذ أخوه في آخر لحظة واستخدم قوته في إنه يمسكه بالمخالب الحديدية للآلة، ولكن ده خلاه هدف سهل جدا والأكتوبوت مسكه وبدأ يهاجمه بقوة. وفي اللحظة دي أورم شاف مرساة ضخمة متعلقة بسلسلة فرماها على الأكتوبوت وخلى مخالبها تتلف وتتثبت في الأرض. والمعركة كانت باين إنها خلاص قربت تخلص، ولكن المانتا السوداء أخيرا ظهر قدامهم وتحداهم لمواجهة أخيرة. وهنا آرثر وأورم قبلوا التحدي وبدأت معركة شديدة بينهم، والمانتا كان متفوق بفضل قوة الرمح اللي معاه، وضرب آرثر ضربة قوية خلته يطير لبعيد. وبعدين رمى الرمح ناحية أورم اللي قدر يتفاداه في آخر لحظة. وأورم حاول يمسك الرمح، ولكن أول لما لمسه شاف رؤية غريبة عن كيان شرير ومكان غامض، والرؤية دي خلته يتلخبط. والمانتا السوداء استغل اللحظة دي وضربه ضربة قوية بأشعته. وفي نفس اللحظة الجزيرة كلها بدأت تهتز من الصواريخ اللي أطلقها نيروس اللي جاي ينقذ أحفاده. والمانتا السوداء أمر رجالته إنهم يخلوا المكان، ولكن آرثر ظهر من تاني وهجم عليه وسحبوا معاه لقاع البحر. ورغم محاولات آرثر إنه يوقف هروب المانتا، ولكن في الآخر قدر يوصل لغواصته وساقه بسرعة وأطلق عليه شعاع صوتي مرة تانية وخلى الصخور تقع على آرثر وتدفنه. وحاول آرثر يزيح الصخور، ولكن الحظ وقف معاه لما ميرا ظهرت بعد ما اتعالجت بالكامل وساعدته بالسحر بتاعها. وبعد ما انتهت المعركة أكوامان رجع لأتلانتس واجتمع مع أهله وأصحابه علشان يفكروا في الخطوة الجاية. وأورم حكى لهم عن الرؤى
اللي شافها لما لمس الرمح وقال انه شاف نيكروس اللي كان جزء من اتلانتس، ولكنه بقى معروف دلوقتي بالمملكة الضائعة. ومن سنين طويلة اخو الملك القديم ادلن اللي اسمه كارديكوس كان مهووس باستخدام الاوركالكوم رغم خطورته، وده خلاه يكره اخوه وبيبدأ يستخدم سحر مظلم يصنع بيه رمح ويحاول يحول شعبه لكائنات مرعبة. وبعد ما بدأ كارديكوس حرب على اتلانتس اخوه قدر يهزمه وقطع الرمح لنصين وحول مملكته لسجن جليدي في انتاركتيكا. وعلشان يحرر كارديكوس فلازم يتم فك التعويذة بدم اخر نسل من ادلان. وارم استنتج ان المانتا السوداء واقع تحت سيطرة كارديكوس وانه قريب قوي هيجي يدور على اي فرد من العيلة الملكية. وارثر وميرا استوعبوا ان ابنهم ارثر جونيور هو اخر نسل من ادلان وان المانتا اكيد هيجي علشانه. وفعلا المانتا السوداء وصل لبيت ارثر وهجم على توماس بالرماح اللي معاه وخطف الطفل. وبعد شوية اكوامان وصل ونجح انه ينقذ ابوه، ولكنه اكتشف ان عدوه الاكبر خطف ابنه. ودلوقتي مصير جونيور والكوكب كله في ايدين اكوامان وارم اللي وافق يساعد اخوه من تاني بسبب طلب امه، ولكن مش هيواجهوا لوحدهم لان ميرا والملك نيروس والملك بران هيكونوا معاهم في المعركة. وبعد ما جهزوا كل حاجة الفريق اتوجه لانتاركتيكا، وهناك ديفيد كان وصل بغواصته وامر رجالته يدمروا جبال الجليد اللي في المكان. وبالفعل رجالته نفذوا اوامره وضربوا صواريخ على الجدران الجليدية وفتحوا ممر يقدروا يدخلوا منه هو وشين ومعاهم الاكتوبوس. وفي اللحظة دي اكوامان وصل للمكان واستخدم رمح نبتون واستدعى كائنات البحر زي الحيتان والقروش، وكلهم استجابوا لندائه وحصروا غواصة المانتا السوداء وبدأوا يبعتوا موجات مغناطيسية عليها. وده خلى نظام الكهرباء في الغواصة يتعطل ويؤدي لانفجارها من الداخل للخارج وخلصوا على جيش المانتا. وفي نفس الوقت ده ديفيد وشين دخلوا الاكتوبوتات وقدروا يوصلوا للمملكة المفقودة اللي جمدها الملك ادلان، واكوامان واصحابه لحقوهم بعدها. ولكن جيش من الوحوش اللي احياهم سحر الرمح الشرير وقف في طريقهم، واكوامان كان عارف ان الوقت مش في صالحهم فقرر يسيب المعركة للملك بران وجيشه وراح يكمل بحثه عن المانتا السوداء. وبعد شوية اكوامان ومعاه ارم وميرا ونيروس عدوا الممر ووصلوا لجسر بيودي على غرفة عرش كارديكوس. بس وهم في نص الطريق الكراكن الضخم ظهر من تاني ومسك رجل نيروس بمخالبه، والملك طلب مساعدة أورم اللي في الأول كان واضح عليه إنه مش مهتم، ولكن بعد لحظات قرر يساعد جده وقطع مخالب الوحش بفاسه. والاتنين أخيرا اتصالحوا، وبعد ما طلعوا على الجسر كملوا في طريقهم لمساعدة آرثر وميرا اللي كانوا بيدوروا على ابنهم. وفي اللحظة دي المانتا السوداء وصل للعرش القديم وطلب من شين يسلموا الطفل، وبالفعل شين نفذ أمره واداله شنطة، ولكن لما فتحها ديفيد اكتشف إنها مش الطفل ولكنها كانت قنبلة موقوتة. وفي آخر لحظة المانتا السوداء رمى القنبلة بعيد ونجا من الانفجار، ولكن شين هرب ومعه الطفل ولكنه ما قدرش يهرب لبعيد، وده لأن المانتا السوداء ضربه بأشعته الكهربائية وخطف الطفل وحطه قدام العرش علشان يستخدمه في طقوس السحر. وفي اللحظة دي الطفل استخدم قدراته الخاصة وتواصل مع أبوه أكوامان اللي جري ناحية ابنه ورمى الرمح على ديفيد، والضربة دي أصابت قناع المانتا، ولكن ديفيد كان لسه عنده القوة إنه يواجه أكوامان في معركته الأخيرة. والاتنين دخلوا في مواجهة عنيفة وكل واحد بيحاول يلاقي فرصة ينهي بيها التاني، وفي النهاية أكوامان قدر يلاقي ثغرة ويشل حركة المانتا، ولكن المانتا هجم عليه باستخدام المحرك النفاث بتاعه ورماه على الأرض. وقبل ما المانتا يغرز الرمح في أكوامان ميرا اتدخلت في الوقت المناسب واستخدمت السحر بتاعها ورمته على الحيطة، وده خلى قناع المانتا يتكسر، ولكنه بسرعة وقف على رجله تاني ورمى الرمح على ميرا. وفي اللحظة اللي كانت ميرا هتتأذي فيها أورم ظهر في آخر ثانية وأخد الرمح في الهواء، ورغم الفعل البطولي ده قوة كارديكوس سيطرت على أورم وخلته حامل الرمح الشرير الجديد، وبدأ يهاجم أخوه آرثر اللي حاول يفوقه من السيطرة، ولكن كارديكوس كان أقوى بكتير واستخدم جسم أورم ورمى آرثر ناحية العرش وجرحه، واستخدم دمه كمان علشان يفعل السحر. وبسبب الدم السجن الجليدي بتاع كارديكوس بدأ يتكسر وكان خلاص هيطلع، ولكن أكوامان رفض يستسلم ووقف قدام أخوه وحاول يفكروا باللحظات اللي قضوها سوا. وبالفعل الذكريات دي فكت اللعنة عن أورم اللي سلم الرمح الشرير لأكوامان، ولكن الوقت كان متأخر وكارديكوس قدر يتحرر، ووقتها أكوامان رمى الرمح على
كارديكوس، ولكنه قدر يوقفه في الهواء باستخدام قوته، وأورم قرر يساعده فرمى رمح نبتون على أكوامان اللي استخدمه ورماه على كارديكوس، وده خلى الرمح الشرير يتدمر وأخيرا يقضي على الملك الملعون كارديكوس. وبعد ما تم القضاء على كارديكوس المملكة الضائعة بدأت تنهار بالكامل، وديفيد اللي كان مصاب وواقع على الأرض لقى نفسه بيتزحلق على حافة المنحدر، ولكنه قدر يمسك في الصخور. وفي اللحظة دي آرثر قرر يعرض عليه المساعدة وينهي العداوة اللي بينهم، ولكن ديفيد رفض العرض وفضل انه يسيب نفسه ويختفي للأبد. وأخيرا أكوامان وأورم وأصحابهم قدروا يهربوا من المملكة الضائعة اللي دلوقتي بقت مجرد ذكرى في قاع البحر، وعالم البحار وعالم السطح اتحموا بفضل مجهوداتهم، ولكن أورم لسه عنده جرايم لازم يجاوب عنها. وفي لحظة امتنان آرثر قرر يخبي مكان وجود أخوه لحد ما مجلس أتلانتس يقدر يسامحه، وأورم اتأثر بموقف أخوه وشكره، وقبل ما يودعه نصحه نصيحة أخيرة إنه يقود شعب أتلانتس نحو مستقبل أفضل. وآرثر قرر ياخد بالنصيحة، وبعد أيام أعلن عن وجود أتلانتس للعالم كله، وبالخطوة دي الكل عارف إن مملكة البحار وعالم السطح هيشتغلوا مع بعض لحماية الكوكب، وكل ده طبعا بقيادة الملك والبطل الخارق أكوامان. ولحد هنا بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة، استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.